يا أهلا وسهلا بأحلى متابعين لينا. النهاردة هنعمل حاجة لطيفة. هنعمل النهاردة الموتزاريلا الاقتصادية، وهندخل في المقادير على طول. احنا حاطين حلة فاضية على النار، وهنحط عليها كيلو من اللبن الحليب. يا ريت يكون كامل الدسم. أنا ما كانش عندي حليب من عند اللبان يعني، فكان عندي المعلب دوت فاستعملته. بس التاني هيكون دسمه أكتر، فهيدي طعم وغناوة أكتر للموتزاريلا. ودي حاجة اقتصادية آه للموتزاريلا. حاسس إن احنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. بنحتاج حاجات كتيرة جدا في البشاميل وللموتزاريلا والوايت صوص اللي احنا هنعمل بيه حاجات كتيرة جدا. فدي حاجة بتساعد شوية معانا وبتدي طعم حلو قوي، لأنها معمولة من حاجات. بس يعني هنقول على الحاجات اللي احنا محتاجين تبقى معمولة صح. احنا هنبدأ بقى نضيف النشا للبن البارد اللي احنا حاطينه، وهنبدأ نقلبه كويس جدا. احنا عارفين طبعا النشا لازم تتحط على البارد مع تقليب مستمر علشان ما تعملش كلكعة. وحطينا معلقة ملح كبيرة وبنخلطها كويس جدا علشان الملح يدوب كويس وتدي طعم كويس للموتزاريلا بتاعتنا. وهنبدأ ننزل بقى بالزبدة. يا ريت الزبدة يكون نوعها كويس علشان بتدي طعم كويس للموتزاريلا. ونستمر في التقليب على النار علشان الزبدة تدوب كويس. ويا جماعة نبقى واخدين بالنا إن احنا بنقلب باستمرار علشان الحاجة ما تتلسعش، تدي طعم سخيف للموتزاريلا. وبعد كده هننزل بالموتزاريلا وهنقلب كويس تمام علشان نتأكد من تمام الذوبان لكل المكونات بتاعتنا. يا ريت يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان دي حاجة بتساعدنا. ويا ريت تقولوا لنا كمان على الحاجات اللي انتوا محتاجين نعملها مع بعض، أو قولوا لي رأيكم فيها، أو جربوها وقولوا لي. أنا مستنية التعليقات بتاعتكم. أهي بدأت نشوف المضة بتاعت الموتزاريلا، بس طبعا احنا لسه سخنة وعلى النار. هي بدأت تتخن كده بالقوام اللي احنا عايزينه دوت. هنسيبها بقى تبرد شوية علشان نبدأ نحطها في حاجة. احنا ممكن بقى نحطها في أي كونتينر احنا عايزينه، علبة أو كذا علبة صغيرة على حسب استخدامك. وبنحطها بقى في التلاجة تبرد. ويفضل إن احنا نبقى مقسمينها على حاجة صغيرة. أنا حطيتها هنا في علبة كبيرة، أنا بعد كده بقطعها. ممكن نحطها في علب صغيرة على حسب بقى، على قد استخدامنا. بنحطها في التلاجة. وده شكلها بعد ما خلصت. ممكن نحطها على أي حاجة، وألف هنا وشفا.